بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي قيض لنا أن نلتقي مرة بعد مرة عبر الأثير. أحبائي أبنائي وأبناء بناتي يعني في زين السودان، هي لحظات سعيدة حينما أتحدث إليكم، فتملأ قلبي سرورا وتحسني بقرب أكثر رغم طول المدة التي قضيتها في العلاج، ولكن أحس كل يوم بأنني أقرب إليكم. الحمد لله حمدا كثيرا. صحتي في تحسن، والحمد لله على نعمته وفضله، والحمد لله على نعمة الابتلاء، وأنا بخير والحمد لله والشكر لله. كل الفحوصات التي قمت بها الفترة الأخيرة مبشرة وجيدة، وفي النهاية يعني نحن نسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هي دعواتكم الطيبة التي جعلتنا يعني نستمد منها القوة. حقيقة اليوم أود أن أتحدث إليكم في أمر يخص مؤسستنا، وخاصة أن هذا الأمر هو قد أصبح حديث الأسافير وحديث الناس. هو في حقيقته ليس أمرا غريبا علينا في شركة زين، لأن هذا كان دائما موقفنا ولم يتغير أبدا على مدى السنوات الكثيرة الماضية، لأنه أنتم تعلمون ذلك جيدا أكثر من غيركم. القضية التي أتحدث عليها اليوم والتي أثيرت في الأثير هي قضية زين ضد المدعو صلاح مناع. وحتى لا يختلط الأمر، ليس هنالك مسألة شخصية. نحن في شركة زين هي شركة نحن مؤتمنين عليها، شركة أعطتنا الكثير وحاولنا أن نعطيها أيضا الكثير، وإرضاء لضميرنا وإرضاء لربنا سبحانه وتعالى، وهي أمانة في رقبتنا. ولذلك فإننا ندافع وندفع عنها كل الشرور، وأكثر الدفاع عنها هو بأن نؤدي ما علينا من عمل، هو الأمر الذي تقومون به جميعا، وكذلك لا نسمح لأي شخص يفتري عليها، لأننا قائمون على أمر هذه الشركة، ونحن نعتقد بأنها شركة أنظف من اللبن. حقيقة ما يجري أمر مؤلم للغاية، عبارة عن نوع من الديماغوجية. وأنا عايز أديكم خلفية تاريخية عن الموضوع ده عشان الناس ما يعتقدوا إنه هذه المسألة يعني إحنا فقط يعني هي مسألة شخصية ونحن جارين فيها لأسباب شخصية ولا كده. هذا مجرد هواء يعني وليس إلا. تعرفون أنه المقطع الذي نشره المدعو صلاح مناع على الوسائط الاجتماعية، وأنتم أكثر الناس يعملون في شركة زين، وتعرفون أن هذا الكلام الذي جاء به هو كلام يجافي الحقيقة تماما. هو ليس أول شخص يتكلم في شركة زين، لكن هو أول شخص يتكلم علنا. كل الناس الآخرين كانوا بيتكلموا من وراء جدر، وتذكرون أنني يعني أنا كنت أعرفهم، وكنت دائما حتى يعني قبل الثورة في النظام الفات كنت أتحدى الوزراء وأتحدى جهاز الأمن حينما يستدعي بعض أفرادنا، وكنت أغلظ القول وأقول يعني بأنه أتحدى أي وزير يخرج في الشارع
على العلن ويقول أن زين تفعل شيء غير قانوني فيما يتعلق بتجارة بدولار ولا غيره ولا كده. والكلام تحدثت فيه يعني معكم في اجتماعات كثيرة يعني منذ طوال السنوات الماضية. وبهذه المناسبة أنا يعني سأهديكم بعض المقاطع الفيديو في لقاءات من عام 2016 و2017 و2019 قبل قيام الثورة توضح موقفنا الثابت في هذه المسألة، إنه نحن لن أبدا نتهاون في هذه المسألة، واتخذنا قرار بأنه أي شخص يتحدث في هذه الشركة بصورة علنية نرفع عليه قضية. هذا هو كان موقفنا، وليس هو موقف ضد شخص معين يدعى صلاح مناع أو غير صلاح مناع، لأنه الكلام ده إحنا ذكرناه لأيضا أشخاص كانوا يتقلدون مناصب وزارية في النظام السابق، وهددناهم بأنه أي شخص يتكلم نحن حنذهب به إلى المحكمة. فكان أي شخص يقول لك شركات الاتصالات، ومن تحت والمكاتب يقول لك زين، ونحن داخل المكاتب يعني نتصارع معهم، لكن ما في حد يتجرأ وذهب إلى الإعلام وذكر أن شركة زين تفعل ذلك. حصل في بعض الناس الآخرين ما أقدر أذكرهم الآن، لأنه الآن هي من واحدة الأشياء اللي بيستند عليها صراحة منها كلام جماعة الشفافية وغيرهم، دول يعني إحنا برضو رافعين عنهم قضايا يعني. فحينما قام صلاح مناع بتسجيل هذا أنا يعني زي ما قلت لكم نحن لا نجري وراء الناس يعني، ولا نهتم للصغائر ولا برغم أنه قد أساء إلي شخصيا وكذا، لكن أنا ما رفعت، لم أرفع قضية شخصية. أما المسألة الشخصية ده أنا لا أهتم لها كثيرا. الكلاب تنبح والجمال تسير، يعني قافلة تسير والكلاب تنبح، ما عندي فيها قضية أكثر، ولا أخذ أشياء دي بصورة شخصية وبمشي بخط رأسي في السرير وبنسى كل حاجة. ما عندي أي شخص أساء لي ما عندي معه مشكلة، لكن في زين لا أجامل لأن هذه أمانة في رقبتي. وحينما جاء بهذا التسجيل حتى بعد ذلك نحن لم نبادر بالشر. أنا لا أعرف هذا الشخص، لا أعرفه شخصيا، ولكن أعرف ناس كثيرين على اتصال به. أرسلت إليه رسالة عبر بعض الإخوة وهو في القاهرة قبل الثورة، بمجرد ما أن قام بتسجيل هذا أبعثت له برسالة وقلت له أن أنت الشيء اللي ذكرته ده ما صحيح، وأرجو أن تصحح هذه المعلومات وأن تسحب كلامك هذا، لأنه إذا لم تفعل الحكاية دي نحن حنصلك. أنا قلت له حنصلك، حنرفع عليك قضايا في مصر اللي أنت قاعد فيها دي، ولو مشيت أي بلد في العالم في قضاء نحن حنرفع عليك قضية إلا أن تسحب هذا. فيا أخي أرجوك، قلت له أرجوك ما تدخلنا في مسائل زي دي، تراجع عن الموضوع ده. إذا أنت عندك قضية مع النظام ذاك النظام، نحن شركة ما عندنا دخل بالحكاية دي. وحتى نحن ناس النظام ذاته في بعض الناس كان بيقصدونا زي ما انتم عارفين، يعني انتم أكثر ناس تعرفوا الحكاية دي، ونحن وقفنا لهم في وجههم، فما لنا دخل ولا بنعرف نظام ولا بنعرف معارضة. إذا أنت تعارض تتكلم في النظام، هذاك النظام وهديك مؤسساته وهديك أشياء، ولكن ما تتكلم في شركة زين. لم يراوي، وذكرت له إنه حتى لو أنت رجعت السؤال حارفع عليك قضية. وبعد قيام الثورة هو اعتقد يعني إنه الحكاية تعطيه حصانة، ولكن نحن ما بنسكت، لأنه شرف زين أهم لنا من أي شيء آخر. لا يجب أن نحافظ، هذا شرفنا نحن،
لازم نحافظ عليه. فبعد أن عاد أيضا بعثت له برسالة أخرى لم يرعوي، فتحنا عليه بلاغ، وحينما فتحنا البلاغ وقبل استصدار أمر القبض عليه والبلاغ ماشي، بعثنا له برسالة أخرى: يا سيد صلاح مناع، حل معانا المشكلة دي. المشكلة دي ما مشكلة شخصية. الناس اللي مشيلوه قال لهم لا، أنا متأكد من معلوماتي وكذا وكذا، وأخذته العزة بالاسم. استصدرنا أمر قبض، وأنا كنت موجود في الخرطوم لما صدر أمر القبض عليه، وكان في الوقت ده تشكلت الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور حمدوك، وفي أحد الوزراء البارزين في الحكومة، وهو أخ عزيز تربطنا به صلة عميقة جدا، وبيننا كثير من الاحترام، ونعرف بعضنا معرفة تامة، ويعرفني جيدا وأعرفه جيدا. اتصل بي وقال لي: يا أخ الفاتح، يا أخي أنا عايز أطلب منك حاجة، وأنا قبل كده ما طلبتك ما تردني. قلت له: أمر. قال لي: يا أخي أنا عايزك توقف البلاغ بتاع صلاح مناع. قلت له: يا أخي شوف، صلاح مناع تجرأ في حديثه علي أنا شخصيا، تجنى علي شخصيا، وتجنى على كل من حولي، وأنا بالنسبة لي قلت له هذا طرفي مما يخصني، ما عندي أي مشكلة. أما حجزين ما في طريقة، ما في طريقة أصلا، لأنه ده ما حقي أنا. الحاجة اللي ما حقتي ما أقدر ألعب فيها، ده حق الشركة كمؤسسة، حق الشركة كعاملين، حق الشركة ده شرف ناس وشرف شركة، وشو هو كلام بتاع مستثمرين، يعني ما ممكن نلبس سمعتهم في الأرض. ودي حاجة نحن متأكدين منها تأكد تاما. وأنا عندي أشرطة مسجلة، واتكلمت في مؤتمرات صحفية وفندت هذا الكلام، وقلت أتحدى أي شخص، حتى الحكومة السابقة في فترات كثيرة قلت أتحدى أي شخص يجي يقول إنه شركة زين دي بتعمل حاجة غلط. فيا أخي أنا ما عندي مانع، نحل المشكلة ودية. وزي ما قلت لك أنا الموضوع ده بالنسبة لي ليس شخصي، وقلت له: أقول لك حاجة عشان خاطرك أنت، ولين في المكتب، عشان ما يقول دارين نزل ونجرجر ونقول جانا ويتجرس لينا وكده، ما دايره منه. ولين في مكتبك عشان برضه ما يقولوا والله جابوه وتوسطوا له وكده. يا أخي لو عاوز أنا بركب معاك العربية أنا أمشي لي بيته، بس يوريني هيحل قضية زين كيف. أنا ما عندي قضية شخصية، أنا قضية شخصية لو عايز أرفعها برفعها، لكن أنا عمري ما رفعت تسول على قضية. كثيرين بيتكلموا فيني وعملوا حاجات كثيرة في طول حياتي، في أشياء أنا ممكن بكرة أمشي بها المحاكم. الآن بتحصل في السوشيال ميديا دي، أنا ما كنت شخصية عامة يعني ما فارق معي كثير، برغم ممكن أجري وراه يعني، ممكن أتعب أي زول في أي بلد في العالم ممكن أتعبه، لكن ما ده ما ديدني ولا أنا عندي شغال بالحكاية دي. وهذا يقول أهلنا السودانيين أنا عارف يزو مستريح، لكن الحق زين ده ما بنخليه أصلا، ما بنخليه. فيا أخي أنا متسيد أمشي معك لغاية البيت، ونقعد في البيت وريني حيحل موضوع زين كيف. وصلنا لحل، نحن بنوقف البلاغ ده. قال لي والله ما قصرت. انتظرنا مدة، البلاغ في الأمر القبض في إيدنا، وعندكم هو الإدارة القانونية تشهد على الكلام ده. كل مرة يقول لنا ننفذ، ويقول لهم ننتظروا شوية في موضوع.
ده الكلام ده كله قبل ما انا اسافر، يعني قبل ما اسافر في الخارج للعلاج يعني، وانا موجود. فبعد فترة اتصلت يعني اخي العزيز علي ده، قلت له يا فلان انت وين موضوع الزول يا اخي؟ انت ما داير نمشي نشوف الحكايه دي نحلها، لانه احنا امر القبض في ايدنا. فقال لي يا اخي الفاتح يا اخي انا اقول لك حاجه، امرقني من الموضوع ده. طبعا معناه كلام واضح، امرقني دي معناها مشكلة زول قاعد يتعزز ويتأفف وبتاع واخذته العزه بالاسم وبيفتكر انه يعني he is very powerful وممكن يعمل الداعي يعمله. ترى جدا. طيب يا اخوان نفذوا امر القبض. بعد ده كله لما جينا ننفذ امر القبض كنا ناس very courteous، ولا كنت اقولها في لجنه تمكين ولا غير لجنه تمكين، طالع بس نازل وطالع ونازل وفي حزبه ده عامل نفسه اهم زول في البلد. ونحن قلنا ماشيين بس بالقانون، نشوف البلد دي فيها قانون. ايوه احنا نعرف انه فيها قانون، فيها قضاء نزيه وكده. خليك من الحته البره بتاعت التهديد والحركات دي، نمشي بالقانون ده. بعد ده كله احنا كنا فيري كيرتيس، وخلينا الشخص المكلف بالقبض عليه يتصل عليه ويقول لي يا اخي عندنا امر قبض حننفذه، بدل ما نمشي نجرجره من البيت ولا بتاع. قال لي جيب، كلمنا قال لي جيب احنا عندنا امر قبض، جيب ضامنك وتعال. وقد كان جاب ضامنه حروا معاه وفكوا الضمانه، طلع في السوشيال ميديا الفاتحين وفتح عليه بلاغ وطلعت بالضمانه وايه وما ايه وبتاع، وداير يعني يعمل بطل. قصه ما فيها بطوله، قصه انت قلت كلام يا تثبته يا احنا فاتحين عليك حاجه في ماده، اذا ما اثبته تمشي السجن بس، واديناك الفرصه عشان تعمل الحكايه دي. وهذا الأمر قد تم، ومنها أنا بعدها سافرت وبدأ يمشي ويحاول مع الطرق الدبلوماسية، ومشى على السفير الكويتي وحاولوا يتصلوا بالحكومة عبر الخارجية الكويتية بالشكل ده. مسألة واضحة، ما دارنا سفير ولا حكومة كويتية، في قضية في شركة بتاعت مساهمين سمعتها كلها بتعتمد على نظافتها. إذا كان أنت شركة مستثمرة في السودان وأصاب ضيم كبير لأنه لا قاعد ترى حول أرباح، أنا لي 13 سنة في الشركة دي ما حاولنا قرش أرباح، خليه يثبتها، بل بالعكس. وبيتكلم عن الرخصة وتجديد الرخصة والكلام الفارغ الكثير ده. احنا الرخصة دي دفعناها مقدما لأنه الحكومة طلبت مننا خدمة ليها، اضطرينا ناخد دين من بنك موبيال الكويتي، ولما جينا نسدده بنك السودان مدنا القروش، اضطرينا ندفعها بعيد الصادر بعد ما الجنيه يتدهور. ده كله حصل، معلش ده موضوع تاني، دي كلها مواضيع أخرى ليها شيء، لكن الكلام اللي قاله بتاع تهريب المليارات وكده خليه يطلع المليارات دي. فنحن قرارنا، وده قرار الشركة وقرار مجلس الإدارة، الاستمرار في هذه القضية عشان نصل آخرها. طلع علينا نحن لا كنا بنعرف لجنة التمكين ولا عندنا علاقة بلجنة التمكين لما رفعنا عليه البلاغ ده، ولا عندنا شغلة بلجنة التمكين. طلع هو أيضا من لجنة التمكين وتحدث أمام الناس في اللجنة نفسها بأنه شركة زين واحدة من أسباب تدهور الدولار أنها تشتري الدولار. نحن عندنا الحق نرفع قضية على لجنة التمكين نفسها إذا كان في قانون في البلد، نرفع عليهم قضية. كيف يصرحوا تصريح زي ده؟ هل التصريح ده من عنده ولا التصريح بتاع اللجنة؟ اللجنة عندها معانا حاجة تجي نتحقق معانا،
زي ما زمان كان بيجيبونا سلام يحققوا معانا ونشاكلهم ونمشي، ما قدروا يعملوا حاجة معانا سنين دي كلها وانتوا عارفين، وعندكم ناس شغل مالين مكان بنادوم، كل ما انا اسافر يلقى نادوم امشي اعمل شمطه في جهاز الان. فيا اخواننا القصه دي ما فيها حاجه شخصيه، القصه لها علاقه بالسمعه بتاع الشركه. عشان كده ممكن اي واحد يبتدي يقول لك لا شركه زين دي شركه حراميه. احنا قبل كده قلنا ما حنخلي زول تاني يقول كلام بالشكل ده، لانه اي زول بيقول الكلمه دي ما عنده معلومات، بيسمع للغوغاء زي المدعو صلاح مناع، لكن واحد عنده معلومات صحيحه ما في. حتى الناس التانيين عاملين بيقول لك منظمه الشفافيه وغيرها معلوماتهم غلط. وفيه الناس كانوا شغالين في زين دي وفي موبيتيل وبيدعوا، ونحن برضه فاتحين عليهم بلاغات، بعد ما كنا عايزين نعفيهم ما حنعفيهم، لانه الان بيفتكروا انه ناس صلاح مناع ممكن يحموهم. خليه يحموهم عشان نعرف البلد فيها قانون ولا ما فيها قانون. ناس بتتكلم عن حريه، بتتكلم عن سلام، بتتكلم عن عداله. ابسط شيء في العداله انه نحن ما شلنا ما نبذنا زور ولا طلعنا ولا تكلمنا كلام فارغ. وانا حقي الشخصي ما لسه ما طلع، ما مشيت فيه ولا حامشي فيه، بس يكفي حق زين ده. بدأنا نتعرض لابتزازات، يبتزوا شركة زين، استدعوهم. التمكين ما عندهم اي موضوع يستدعون فيه، ما عندهم فيهم اي حاجة. ابتدوا يستهدفوا اموري الشخصية، وانا اول مرة اقول الكلام ده، بيتابعوا في اموري الشخصية. انا ما عندي حاجة اتحدى اي زول. زمان اتحديت الناس من سنين، من قبل ما النظام ذاته يتغير. طبعا من زول عنده حاجة معي يجيني بالدرب، بعدين كده بالدرب. وانا قلتها قبل كده وقلتها في اجتماعاتكم، وحاذكركم الكلام ده، حرسل لكم مقتطفات من الاجتماعات من قبل الثورة. قلت لكم يتعرض لضغوط، واذا الضغوط دي انا مقصود بها انا ما خايف من زول. الان برضه حاولوا يبتزوني في الموضوع ده، تعرضت للابتزاز، تعرضت لاشياء كتير، لكن انا بقول لكم هسه، ودي اخر كلمه هسه انا بقول لكم، والله لو يمشوا يفرتقوا بيتي، اللي انا باني في بيت ابوي في وطن ابوي، الساكن فيه باني في وطن ابوي، يفرتقوا طوبه طوبه، انا لن اترك هذا الامر الى ان يحق الله الحق، ولغايه ما نشوف في عداله ولا ما في عداله. حاجات يعني الهبشه خليه يمشي يبيشها، ما حيقدر يعمل حاجه. في النهايه جايب ربنا يشيله، والجاي من السماء تتلقى الواطه، وعايز هداك بيتنا يمشي يفرتقوا طوبه طوبه. لا انا خايف منهم ولا خايف من غيرهم، بس معانا القضاء ده نصل حدهم. ابتزاز انا لي انا شخصيا، انا ابتزاز ما فارق معي، لكن زين دي والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما اخلي حقها الا يدفنوني في الواطه دي. ودي اخر كلمه انا بقول لكم، وحارسل لكم مقاطع من فيديوهات عشان تذكركم مواقفنا من قبل سنين. انا ما بيهمني حاجه، بيهمني كرامتكم وبيهمني كرامه الشركه دي، وبيهمني مسؤوليتي في الشركه دي. انا نفسي ما بتهمني ولا فارقه معي، يصلوا معي زي ما يصلوا، يمشوا محل ما يمشوا. اما حق الشركه ده ما حنخليه. خليكم رافعين راسكم زي ما زمان بقول لكم، كل مره بقول لكم ارفعوا راسكم عالي. ما في حاجه عيب بيجيكم ابدا، لانه نحن ماشيين عدل وما حيلقوا علينا شيء. والله لو يفرتقوا اضربوا راسهم بالسماء، اما انا خليه يمشوا يفرتقوا اي حاجه انا املكها حته حته. ربنا ده موجود ولا فارق معي ولا بتهدد لهم، ولا في شخص يقدر يبتزاني. وحقي الشخصي انا ما سائل فيه اصلا،
ناس كتير بتتكلم وبتنبذ وبتسمع ناس وكلها يتناقلوا في الكلامات. عنده 320 مليون ولا أنا ما عندي حاجة من الحكومة دي أصلا. أنا جيت حكومة الإنقاذ دي زمان اشتغلت فيها وأنا براي استقلت وطلعت. لما جيت بحقي ومركب أقل من اللي عندي، وده موضوع أنا ما أقدر أخوض فيه لأن حاجات كلها موجودة ومثبتة وأنا ما عندي فيها مشكلة. لكن أنا في زندي لي 13 سنة خدمة، فترة طويلة جدا جدا، أكثر من الفترة اللي قعدتها ذاتها في الحكومة ذاتها. أكثر وظيفة أنا قعدت فيها في زندي أنا ما بخليها. زندي حدافع عنها، زندي شرفنا، وزندي هي الحاجة أن احنا بنعتز بها. ارفعوا راسكم فوق. وفي النهاية احنا بنقول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأبعد الغل عن نفوسنا. احنا ما عندنا غل، احنا ما ماشيين بقصة عندنا غل ولا عندنا حقد، عندنا حق. حق ده حق ناس مؤتمنين عليه ما حنخليه. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا يحفظكم وربنا يخلي راسكم دايما مرفوع، وأنا طول عمري لغاية ما أموت حكون فخور بكم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.